روبرتو فيرمينيو الى النادي الاهلي، هو ممكن؟ تعال اقول لك ممكن ولا مش ممكن. روبرتو فيرمينيو بيطلب فسخ التعاقد مع اهلي جدة السعودي، وبيقول ان الوجهة القادمة ليه شمال افريقيا. طب شمال افريقيا هتيجي تفكر كده هيروح فين في شمال افريقيا؟ ما هو يا الاهلي يا الوداد يا الترجي، يا مين في شمال افريقيا ممكن يجيب روبرتو فيرمينيو؟ مين بيصرف في شمال افريقيا من الاخر؟ يا الاهلي يا بيراميدز، اكتر فرقتين بيصرفوا دلوقتي والاتنين من مصر. هل ممكن روبرتو فيرمينيو يكون في الاهلي؟ انا بقول لك لا، مش ممكن. ليه مش ممكن؟ لان سعر روبرتو فيرمينيو بكل بساطه كده من ترانسفير ماركت 15 مليون دولار. لما تيجي تبص على سعر كل لعيبه النادي الاهلي مجتمعين مع بعض 30.5 مليون دولار. انت متخيل ان لاعب واحد بتمن نص فريقك كامل؟ انا ما اعتقدش ان اداره النادي الاهلي تدفع 15 مليون دولار او حتى لو اقل شويه في روبرتو فيرمينيو. الموضوع انا شايفه صعب بصراحه، بس اتمناه. لاعب عالمي زي فيرمينيو 32 سنه، شايفه يدي سنتين بمنتهى القوه. مهاجم بقى، اخيرا نقول ان احنا عندنا مهاجم، بدل ما احنا ماشيين نلوش ونحسس كده ونجيب اي مهاجم يجي في طريقنا يجي يجرب وملوش لازمه.